بعد غيبة طويلة ما بتكلمش عن الأحداث الرياضية، هرجع أتكلم مع وجود حدث هو التاني على المستوى العالمي في كرة القدم، وهو بطولة اليورو. البطولة اللي بعد كأس العالم على طول. البطولة اللي بدأ السنة دي بمجازفة عالية جدا، بدأ السنة دي بقوة عالية جدا. مباراة افتتاحية فيها 6 أهداف، 5 من الجانب الألماني وهو مستضيف البطولة على ملعب أليانز أرينا، وهدف من المنتخبات اللي اعتبر من الأقدم عالميا، اللي كانت طرف من أطراف المباراة الأولى على المستوى الدولي. كانت سنة 1872، كانت ما بين انجلترا واسكتلندا، فاسكتلندا لعبت المانيا في المباراه الافتتاحيه. منتخب المانيا قبل بدايه البطوله انا كنت شايفه مش من المنتخبات اللي ممكن توصل لبعيد، وحتى رغم ان البطوله على ارضها ما توصلش لقبل النهائي، بسبب ان في سكواد عالي على المستوى الاوروبي اعلى بكتير من المانيا. على سبيل المثال وليس الحصر، فرنسا، البرتغال، انجلترا عندها سكواد فتاك على المستوى الاساسيين وعلى مستوى حتى البدلاء. المانيا ممكن بتمر بفتره انتقاليه، بقالها فتره في الموضوع ده من بعد كاس العالم 2014 لحد الوقت الحالي. فالمانيا في البطولات المجمعه على المستوى العالمي وعلى المستوى الاوروبي مش موجوده، ما بتوصلش لبعيد، رغم ان في اسماء مبشره، رغم ان في لعيبه شباب، رغم ان في لعيبه ممكن توصلك لبعيد. لكن اظن السنه دي خصوصا مع تالق انديه زي باير ليفركوزن وزي انديه زي شتوتجار منها لعيبه المان، اظن ان المانيا السنه دي ممكن مستوياتها تكون افضل من قبل كده، من الفتره اللي بعد 2014. لكن في نفس الوقت مش بالقوه اللي ممكن توصلها للسيمي فاينال بطوله اليورو. بالنسبه للمنتخب الالماني مع ناجلسمان، في بدايه المباراه ضد اسكتلندا لعب بتشكيله ال 4-2-3-1. حراسه مرمى مانويل نوير الحارس بايرن ميونخ، ووجود رباعي خط دفاع ثنائي السرد باكات، روديجير المدافع اللي انا شايفه ابرز مدافع على المستوى العالمي في الوقت الحالي، نجم ريال مدريد طبعا، مدافع غلس بلغه الكره، عنده كل مقومات المدافعين، بقربه شويه من سيرجيو راموس على قريب شويه على المستوى الفني. لاعب بيجيد كل مقومات المدافع. جنبه لاعب تاني جون سانتاه، اللاعب اللي كان سلاح قوي جدا وعنصر مهم جدا مع كتيبه جابا الونسو في باير ليفركوزن السنه دي، خصوصا ان باير ليفركوزن وصل لبعيد قوي الموسم ده. وجون سانتاه كان من اللعيبه الاساسيه، واللعيبه تقريبا اللي من وجهه نظري، مش مع الاحصائيه بالظبط لكن من وجهه نظري كانت متواجده اكبر عدد دقايق مع جابا الونسو. وجود ناحيه اليمين لاعب زي كيميتش، لاعب مخضرم، لاعب تكتيك عالي جدا، لاعب ممكن يلعب لك وسط الملعب، ممكن يلعب لك باك يمين، لاعب ممكن يعمل لك حلول من غير ما تعمل تبديلات. وده من اللعيبه اللي بيحبها او بيفضلها المدربين، خصوصا المدربين التكتيكيين زي مدرب ناجلسمان. وهرجع برضه اقول نقطه مهمه عن ناجلسمان بعد ما اكمل التشكيل. ناحيه الشمال وجود لاعب ماكسيميليان لاعب شتوتجار، وجود ثنائي وسط ملعب كلاعيبه رقم 6 او لاعب رقم 6 ولاعب رقم 8، توني كروس اللاعب اللي اخر بطوله يورو ليه او اخر بطوله ليه على مستوى كره القدم عموما، ويعتزل بعد البطوله. لاعب جنبه اندريتش نجم برضه باير ليفركوزن، من اللعيبه اللي ليها مهام دفاعيه قويه جدا، من اللعيبه اللي في وقت كتير كانت بتلعب ثلاثي في خط الدفاع مع جاب الونسو لما بيفقد لاعب من الثلاثي خط الدفاع. فلاعب مهيمن او لاعب بتحتاجه، خصوصا لما انت يكون معاك جنبك لاعب تاني ما بيجيش ان واحد يدفعها بصوره ممتازه، خصوصا لما يكون اللاعب ده في اخر فتراته، لاعب كبر في السن فالمعدلات الجري عنده اقل. وبتكلم عن توني كروس، اندريتش هيعوض النقطه دي شويه جنب توني كروس. ثلاثي خط الوسط لاعب صانع العاب صريح هو جوندوجان، اللي لعبها برده مع جافي فحافظ المكان ده شويه. جوندوجان عنده مقاومات عاليه جدا. ناحيه اليمين وجود لاعب زي جمال موسيالا، ناحيه الشمال وجود ويرتز نجم باير ليفركوزن، مهاجم هافرز اللي برده ما كانش في الاصل مهاجم، لكن ارتيتا حطه في المكان ده وابدع في المكان ده. وناجلسمان بيستغل النقطه دي، وبرضه بيفضله شويه عن فولكروج المهاجم بورussia دورتموند اللي نزل برضه الشوط الثاني. لكن انا كان عندي اشكاليه في تشكيله ناجلسمان مع بايرن ميونخ مع المانيا، بوجود جمال موسيالا دايما وورتز على الاجنحه في الماتشات الوديه. فقلت جمال موسيالا وورتز دايما الثنائي دول لما بيكونوا على الاجنحه ما بيأدوش النسبه القويه اللي بيأدوها ولما بيكونوا في العمق. وورتز جمال موسيالا دايما لما سواء كان على مستوى بايرن ميونخ، جمال موسيالا بيلعب دايما او معظم الاوقات بيلعب صانع العاب، وورتز برضه بيلعب في قلب الدفاع، خصوصا ان جابا الونسو بيعتمد على الوينج باكات، جيرمالدو على الشمال، فريمبونج على اليمين. فدايما بتلاقي لعيبه الاجنحه دايما للداخل، سواء كان وورتز او هوفمان مع باير ليفركوزن. فقصه انك بتلعب وورتز ده مع الخط وجمال موسيالا على الخط بتفقد كتير جدا من خطورته. لكن زي ما تقول ناجلسمان
يعني سمع او نجلسمان اكيد مليون في المية عارف النقطة دي، واكيد عارف ان هو نسبة الخطورة القوية لجمال موسيالا وورتز بنسبة تفوق 90%، ساعات بتوصل ل 100% لما بيكونوا قريبين من المرمى. اللعيبة بتلعب في مساحات ضيقة قوية جدا، اللعيبة ممكن في اقل من 10 ياردات ممكن يعدي واحد واثنين وثلاثة، ممكن يعمل وان تو بسهولة جدا، ممكن يوصل لمناطق الخطرة في البوكس او في ال 18 ويسجل اهداف قوية جدا من خرم ابرة. وده اللي شفناه من هدف وورتز ومن هدف برضه جمال موسيالا. فدايما كنا بنشوفهم في العمق، لان الكيميتش وماكسيميليان دايما بيتحولوا للعيبه الظهيره بمهام وينج شويه، ودايما هم الموجودين في الخط، فبيجبر جمال موسيالا وبيجبر وورتز انهم يتحولوا في العمق. ووجود لاعب وسط في الوسط ما بينهم جوندوجان وهافرز قدامهم، الخطه دي بتدي زحمه في وسط الملعب. ولو اللعيبه مش حافظه بعضها واللعيبه امكانياتها الفنيه مش عاليه جدا، ممكن تتحول لنقطه سلبيه. لكن ده ما كانش موجود مع اللعيبه دول، لان امكانياتهم عاليه، سواء كان موسيالا وورتز جوندوجان هافرتز، ومن وراهم توني كروس اللي كان بيقوم بمهام الديبلينج بليميكر او اللاعب الريجيستا، ومقاوماته تساعده على كده. لاعب بيفوق في اوقات كتيره، التمريرات الدقيقه عنده بتفوق 90%، ساعات بتوصل ل 100%. لاعب بيلعب السهل الممتنع، قريب قوي من ستايل بيرلو في مع ايطاليا قبل كده، بيعرف يصنع اللعب من المناطق المتاخره. وده اللي حصل في الهدف الاول لما لعب الكره لكيميتش، وبعد كده وصلت في اخر جمال موسيالا الهدف. ونفس القصه، هو اللي لعب الكره بدل ما يلعبها للطرف لعبها في العمق لجوندوجان، ووصلوا بعد كده الهدف الثاني برضه نفس القصه تقريبا غالبا وورتز. والهدف الثالث سجله هافرتز من ضربه جزاء. وبعد ضربه جزاء، رغم ان اسكتلندا في قبل في الوقت ده كان ناقص لاعب، لكن زي ما يكون نجلسمان مع المانيا غير الخطه، فبالتالي فقدت النقطه الايجابيه اللي هو قلت لك دايما جمال موسيالا وورتز على الطرف. فلما نزل ساني مكان وورتز، اتحول ثاني دايما، لان ثاني لما بيجي من الطرف افضل. ثاني عامل شويه اشبهه شويه بتريزيجيه في المنتخب، بيحب يجي من على الطرف وبيأدي من على الطرف افضل بكتير من العمق. فثاني اكبر ان هو يكون في الطرف، فبالتالي وقف الباك بتاع الجبهه بتاعته، لان ثاني كان موجود على اليمين، فوقف كيميتش. جمال موسيالا ممكن على فترات ماكسيميليان يطلع، او جمال موسيالا كان ملتزم الخط، فالخطوره قلت شويه. والنزول برضو جروس مكان اندريتش، والنزول برضو نفس القصه بالكروج مكان هافرتز، فالخطوره قلت شويه. لكن يظل نجلسمان لعب في الماتش ده بكذا طريقه وكذا اوبشن، وده يدي انطباع كويس ان المدرب عالي تكتيكيا، مدرب اصغر مدرب على مستوى اليورو كسن 36 سنه، اصغر مدرب على مستوى اليورو في تاريخ اليورو، يمسك منتخب قوي زي منتخب المانيا، منتخب واخد 3 بطولات يورو مناصفه مع اسبانيا، واقصى منتخب حصولا على بطوله اليورو. ليه تقل المانيا حتى لو اللعيبه اقل كاسم بالنسبه لالمانيا، لكن يظل منتخب الالماني ويظل اسم منتخب المانيا، فهو بيدي خوف لاي منتخب يلعب قصاده. لكن يظل البدايه ما تديش انطباع، لانك انت لسه ما لعبتش في منتخبات تقيله. هتعدي من وجهه نظري هتعدي المجموعه، لان المجموعه مش صعبه بالنسبه للمنتخب الالماني، لكن الدور المهم في الادوار الاقصائيه لما تلعب منتخبات قويه، ولما توصل لبعيد اتوقع هتبان شويه بشويه. لو المانيا فضلت على هذا الريتم وفضلت في التحسن، وفضل نجلسمان يطلع افضل نسخه للعيبه، ومع الوقت اللياقه طبعا بيزيد، مع الوقت خصوصا في البطولات المجمعه بيزيد الانسجام، في الوقت ده اقدر تحدد المانيا هتوصل ولا لا. لكن لحد دلوقتي انا برضو محطوش في السيمي فاينل.